خلافات زي ما هي، هيبقى ايه موقف دلوقتي؟ يبقى الأمر على ما هو عليه. الكلام ده واحنا صغيرين يا ميرات، انما دلوقتي احنا من حقنا نعرف عمي وعيلته ويعرفونا. انا جاي لك اخويا بعد الزمن ده كله ارمي عليك شوية من حمولي. لو اقدر اشيله عنك يا مراد يا اخوي. محدش يحب يشوف اخوه وهو مغلوب ابدا. انت ليك دين في رقبتي من يوم ما اشتريت منك ارضك، نصيبك في الميراث. ايوه، مش لما تحايلت علي ومضتني على اقل من حقي. بس اطمن، القسمة دي انا راضي بيها. انا اشتريت منك الارض دي بسعر اقل من اللي تستاهله، وحقك لازم يرجع لك. وهيرجع لي ازاي بعد السنين دي كلها؟ هرجع ادور عند اخويا ابن امي وابوي على الحق والمستحق. الفرصة لسه في ايدي يا متولي. تبقى الدنيا غلبتك يا اخويا. انا مش محتاج حاجة. انا نسيت الارض دي وموالها، نسيتها من زمان، نسيتها خالص. بس انا ما نسيتش يا متولي. انا جاي لك النهارده عشان ارجع لك حقك. ما تعاقبنيش على غلطتي اللي جاي اصلحها عندك. يا ألف أهلا وسهلا، البيت نور يا يسرية هانم. منور بأصحابه يا حبيبتي، كتر ألف خيرك. تعيشي. تأمروا بأي خدمة تانية؟ شكرا. إيه أخبارنا إحنا بقى؟ والله يسرية هانم، أنا نفسي للأسف ما قدرتش أعرف. يعني ما فيش أي حاجة بالنسبة لمحسن؟ لا أبدا، هيكون في إيه؟ ده حتى ميرفت محرجة قوي من صحابها، عمالين يسألوها عن ميعاد الفرح وهي مش عارفة ترد عليهم تقول لهم إيه. أمال إيه القرار المفاجئ ده؟ أرجوك يا دكتورة خليكي صريحة معايا. لو في أي ملاحظات على محسن أو يكون عمل أي حاجة زعلت مراد بيه منه. أبدا أبدا يا يسرية هانم، مفيش كلام من ده خالص. ما تخبيش عليا أرجوكي. محسن ممكن يكون انفعالي وزعل مراد بيه من غير ما يقصد. والله ما في حاجة من دي يا هانم، احنا نفسنا مش لاقيين مبرر واحد لتأجيل الفرح. طب وبعدين هنفضل على كده لحد امتى؟ لا ان شاء الله لما مراد يرجع بالسلامة هنحسم الموضوع ده، واكيد هنحدد ميعاد الفرح، اوعدك بكده. حضرتك عارفة محسن عمل كل المطلوب منه وما قصرش في حاجة ابدا. انا مش عايزاكي تقلقي قوي كده، ان شاء الله ربنا هيتمم بخير. بس انا فعلا محتاجة مراد بيه يقول لي سبب مقنع ومحدد. انت عارفة قال ايه لمحسن لما راح له الهيئة؟ لا طبعا ما عنديش فكرة. ده بيقول له خزن الموبيليا في اي حتة. ايه معنى الكلام ده؟ ده بدل الموبيليا ما تيجي تتشحن على شقتهم على طول، بدل ما كل ساعة والتانية تتبهدل في النقل. صحيح، اي حتة يعني ايه؟ وبعدين قرار التأجيل ماله مال تخزين الموبيليا؟ ده كده الموبيليا ممكن تتخدش قبل ما يدخلوا. عندك حق، بصراحة انا محرجة قوي ومش عارفة اقولك ايه. ده غير انه بيقول ان الجوازة دي مبنية على اساس مش سليم. ده اللي قالته ميرفت لمحسن. لا يا يسرية هانم، هو ما يقصدش كده خالص. امال ايه معنى الكلام ده؟ انا عايزاكي بس تطمني وما تقلقيش، ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. عارفة يا دكتورة وانتي مش غريبة، عشان محسن يقدر يوفي بالتزاماته انا جيت على نفسي وعملت حاجات فوق طاقتي، وكنت في كل خطوة بعملها اقول لنفسي ده ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، مش لازم ابخل عليه باي حاجة مادام ده هيرضيه ويسعده. انا عارفة كل الكلام ده ومقدرة كل اللي عملتوه. انا بس عايزاكي تعرفي ان انا كمان ما قصرتش في حاجة. الحكاية مش حكاية تقصير منك او من محسن، ده مجرد تأجيل للميعاد. مش بيقولوا كل تأخيرة وفيها خيرة؟ عموما انا هتكلم مع مراد ونحاول نحدد الميعاد في اقرب وقت ان شاء الله. محسن، ايه رأيك لو قلتلك ان احنا ناخد قرار دلوقتي ونحدد ميعاد فرحنا ونحط بابا قدام الامر الواقع؟ ايه ده ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟
ازاي نتجوز من غير موافقه مراد بيه؟ يا محسن احنا متجوزين، والفرح ده مجرد احتفال، وده من حقنا. ايوه بس انا كده هنزل من نظره ومن نظر العيله كلها. انت مش عايز تفهم ليه؟ هو مش رافض الفرح، هو طلب التأجيل بس. لازم نناقشه ولازم نعرف الاسباب اللي بيتكلم عليها. عموما يعني انا متأكدة ان الاسباب ايا كانت ملهاش علاقة بينا. طب وايه اللي اكد لك؟ بابا عنده مشاغل كتير، واكيد ده اللي مخليه مش عارف يحدد ميعاد الفرح. ما انا فكرت كتير يا محسن، مفيش سبب تاني غير ده. مش عارف يا ميرفت، الكلام ده اكيد وراه حاجه. يعني لو بصيتي للكلام كويس هتلاقي ان هو مستحيل يبقى مجرد تأجيل. ما هو اللي قاله ده لو كان له اي معنى تاني كان لغى الموضوع كله مش اجله. مش عارف انا خايف ليه، وانا بتكلم معاه كان بيكلمني رسمي قوي مش زي عوايده. ما دام خايف كده تبقى عملت حاجه من ورايا ووصلت لبابا. طب وانا هكون عملت ايه يا ميرفت؟ امال ليه مش عايز تاخد قرار؟ طب تعالي نفترض ان انا وافقتك، فين مفاتيح الشقه؟ هو احنا هنتجوز بكره؟ احنا هنحدد ميعاد الفرح ونطبع الدعاوى، وساعتها بابا مش هيقدر يأجل. لا يا ميرفت بلاش التهور ده لو سمحتي. انت عمال تهرب من ايه؟ وهو ده قرار سهل، احنا دلوقتي هنحل المشكله الاساسيه، بعد كده نشوف حل الموضوع ده. ما هي المشكله هتتحل لما نحطه قدام الامر الواقع. والدكتوره هدى موافقه على القرار ده؟ يا محسن انا عايزه موافقتك انت الاول، وبعدها انا هعرف اقنع ماما وبابا. لا انا مش شايف ان الكلام ده في مصلحتنا. احنا نستنى لما مراد بيرجع ونشوف هنعمل ايه. سمرة، ازيك يا سمرة؟ يا جرأتك يا اخي. مش عايزاني ابقى جريء؟ اللي يعيش في وسط الاسود عمره ما يخاف. ما بتخافش من الاسود ومخليهم زي العجينه الطريه في ايدك، وبتخاف من الحريم ومش عايز تقرب لهم. انا ما بخافش من الحريم يا سمرة، انا بس بشيلهم من دماغي. ليه بقى ان شاء الله؟ سمرة من غير ليه؟ قدامك 10 دقايق والجمهور هيصرخ عايزين سمرة عايزين سمرة، يلا بنت قومي بقى. كل ده وما انتش حاسس بقلبي. يا قلبي يا كتاكت. هنهزر بقى. امال عايزاني اخدها جد؟ يا بنت الدنيا لازم تبقى كده، ما تاخديهاش جد ابدا، خديها هزار على طول. عارفه ليه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ لانها معبر، كوبري، بنبتديه من اوله نوصل لاخره وخلاص. شويه الاسود وشويه الكوبري. وبعدين بقى ما تقومي يا بنت الحقي الشغل بتاعك وابقى احكي لك بقيه الموضوع واحنا على الكوبري، اقصد واحنا على يلا بقى. ماشي يا بص، بس مش هسيبك تفلت بالكوبري بتاعك. على عيني والله يا غزال، لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لي عمري 1000 عمر.